السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل أي حاجة اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، صلاة تنحل بها العقدة وتنفرج بها الكربة وننال بها منازل الشهداء والصديقين. النهاردة إن شاء الله هنقول مع بعض تفسير رؤية العنب في المنام للرجل. وحابة أذكركم أن تفسير الأحلام ما هو إلا اجتهادات والله تعالى أعلى وأعلم. وفسر الإمام ابن سيرين أكل العنب أو العنب في المنام الرجل. العنب الأخضر في منام الرجل الأعزب أو الشاب الأعزب بيدل على زواجه من امرأة صالحة، هتكون عون وسند ليه على الجنة، وكمان هتعينه على طاعة ربنا وعبادته، وكمان هتساعده على تكوين أسرة صالحة، وإنه يكون في ما بينهم ترابط وتماسك وود ورحمة. وكمان بتدل على ان على الاستقرار الاستقرار الاسري وتكوين اسره سليمه او صحيحه، وهيكونوا مع بعض في مواجهه كل المشكلات او في مواجهة صعوبات الحياة، والله تعالى أعلى وأعلم. ورؤية الرجل الأعزب للعنب التالف أو أنه أصبح خمر، فده بيدل على دخوله في مع علاقة عاطفية مع امرأة، يعني امرأة مش حسنة الخلق، أو دخوله في علاقة محرمة. وده بيكون تحذير ليه ان هو ياخد باله ويرجع لربنا سبحانه وتعالى ويستغفر على الافعال السيئة اللي بيعملها، والله تعالى اعلى واعلم. والرجل المتزوج اللي بيرى في منامه العنب، فده بيدل العنب الأخضر في المنام، فده بيدل على العيشة السعيدة والعيشة السعيدة والهنية مع زوجته وأبنائه أو مع أسرته. ولو كان العنب فاسد فده بيدل على كثرة المشاكل واللي بيمر بيها في الفترة الحالية مع أسرته ومع زوجته، وعليه إن هو ياخد باله ويتجنب المشاكل. كمان رؤية الرجل إن هو بياكل العنب الاسود في المنام، فده بيدل على تعرضه لبعض الازمات الخاصه يعني الازمات الماديه، او الخاصه بامواله وربحه، وعليه ان هو ياخد باله ويطلع صدقه بنيه ان ربنا يعديه من الهم والحزن دوت، والله تعالى اعلى واعلم. كمان رؤيه اكل العنب بصفه عامه في منام الرجل بيدل على يعني لو كان بيستصيغ العنب وكان العنب حلو كويس، فده بيدل على السعاده والربح واللي هيعود عليه وعلى اسرته بالخير، والله تعالى اعلى واعلم. دمتم في رعايه الله.